سامية، اقدر اعتبر اللي حصل النهارده ده موافقة منك على العمل مع الوكالة بتاعتنا؟ انت شايف ايه مستر ادريان؟ انا شايف اني اقول مبروك. مبروك عليكي وعلينا. بالنسبة للاجر اللي اتكلمنا فيه انا وشركائي وافقنا اننا نزوده 25%. اعتقد ان ده مبلغ محترم ما يحلمش بيه اي صحفي عندكم في مصر. ويا ستي ده بالاضافة لبند المكافآت عن كل خبر متميز هتبعته لنا. اوعدك ان احنا هنكون كرمة جدا في المكافآت دي. قلتي ايه؟ انا موافقه مستر ادريان. انا سعيد جدا انك هتبقي معانا. تأكدي يا سامية عمرك ما هتندمي على قرار عملك معانا. نتكلم بقى في الشغل. لما فكرت انا واصدقائي اننا ننشئ وكالة انباء جديدة هنا في روما، ما تخيلناش للحظة اننا ممكن نواجه الوكالات الكبيرة والمتحكمة في الرأي العام العالمي، الا لو قدرنا نحصل على اخبار الصحف عادة ما بتنشرهاش. وده مش بس لان هي مهمة، لا، لان اهميتها بتخلي من الصعب الحصول عليها. يعني ايه الكلام ده؟ اخبار ما تتنشرش وصعب الحصول عليها، يعني اخبار سريه؟ ما انا في الاول كنت فاهمه كده، وبعد كده ادريان شرح لي وجهه نظره وفهمني ان ده هيقوي الموقف المصري والعربي قدام الراي العام العالمي. هيقوي ازاي يعني؟ ضرب لي مثل بالبيانات العسكريه المصريه. مالها البيانات العسكريه المصريه؟ معظم وكالات الانباء الكبيرة في العالم اللي ماسكها يهود، عشان كده بيهللوا ويطبلوا للبيانات العسكرية الإسرائيلية اللي بتتكلم عن الإنجازات اللي بيحققها الجيش الإسرائيلي في كل المجالات وعلى كافة المستويات. لكن الإنجازات اللي بيقوم بيها الجيش المصري في العمليات اللي بيقوموا بيها عبر القناة بيشوشوا عليها ويشككوا فيها. ده لو ذكروها من أساسه. أكد المتحدث العسكري الإسرائيلي بينما ادعى المتحدث العسكري المصري. انت نسيت البيان اللي أدلت بيه رئيسة الوزراء الإسرائيلية لما قالت العرب كلهم مجرد ظاهرة صوتية، العرب في حالة موات مش هيصحوا منها ولا بعد 100 سنة، ده إذا صحيوا. العالم كله سمع الكلام ده يا سامية، مع الأسف صدقوا. إحنا بقى عن طريق وكالتنا عايزين نثبت العكس. عايزين نثبت إن مصر ما ماتتش وهتقوم وهتحارب. إحنا يهمنا إن الناس تعرف حقيقة اللي بيحصل في مصر والمنطقة كلها، ونصحح الصورة المشوهة اللي باقي الوكالات الإمبريالية بتنشرها. عشان الناس تصدقنا وتؤمن باللي احنا بنقوله لازم نجيب لهم اخبار حقيقيه، اخبار من ارض الواقع. هي دي مهمتك يا سامية. وصدقتي كلامه؟ انا مش بس صدقت كلامه، انا اتحمست له جدا وحبيت كلامه. بني ادم متعاطف معانا جدا وفاهم قضيتنا. المهم وبعدين؟ وافقته على كل كلمه بيقولها وسالته اوصله الاخبار دي ازاي. هو في الحقيقه في طرق كتير. ممكن مثلا كل ما تتجمع عندك مجموعه اخبار مهمه وعايزه تبعتيها لنا، ابعت لنا جواب على مكتبنا في روما او لندن. ابعت جواب فيه الاخبار؟ لا، اوعي تبعتي اي اخبار بالبريد. ليه؟ اسمحي لي اسالك سؤال. طبعا. انتوا مش عندكم في مصر رقابه على البريد اللي داخل واللي خارج؟ الحقيقه بس ده عشان ظروف الحرب اللي احنا فيها، لكن ما فيش مجال لكلمة لكن دي يا صديقتي. لو وكالات الأنباء الكبيرة دي قدرت تحصل على الأخبار قبل ما تجينا، يبقى احنا كده مشروعنا فشل من قبل حتى ما يبتدي. يا سامية، دول بيسحقوا أي حد يقف في طريقهم أو يحاول ينافسهم من غير رحمة. عشان كده السرية مش بس مطلوبة، لا، دي حيوية وأساسية. يعني ما ينفعش يتعمل شغل من غيرها. معايا يا سامية؟ معاك مستر ادريان. الوكالات الكبيرة في العالم لها مندوبين معروفين ومعتمدين من الحكومة عندكم في مصر، صح؟ ده طبيعي. الغير طبيعي بقى إن كل وكالة من دول لها جيش جرار من المندوبين بيستلقطوا الأخبار من تحت لتحت من غير ما حد يحس بيهم ولا ياخد بيهم خبر. ده انا كنت سمعت عن حاجات كده بس ما كنتش مصدقه. ده صدقي، لأن هي دي الحقيقة. عشان كده أنا بقولك السرية مطلوبة حتى مع أقرب الناس ليكي. ما تندهشيش، هي دي حقيقة الواقع اللي احنا عايشينه. انت لو قدرت تجمع لنا اكبر قدر ممكن من الاخبار المهمة، بقية الوكالات هم اللي هيدوروا علينا، وخبر في خبر في خبر هنبقى فوق جنب رويترز والعمالقة الكبار. لكن لو الخبر اتسرب هيضيع مننا السبق الصحفي، هنبقى ما عملناش حاجة. فاهماني يا سامية؟ فهمك مستر ادريان.
بس انت لحد دلوقتي ما قلتليش هبعت لك الاخبار ازاي. سيبيلي الموضوع ده هفكر فيه واكيد هلاقي طريقه. المهم انك تجمعي لي اكبر قدر ممكن من الاخبار المهمه. صدقني هبذل اقصى جهدي. والسريه، اهم حاجه السريه. عارفه يا ساميه ليه باكد لك على موضوع السريه ده؟ ان احنا عاملين زي السمك الصغير، بنعوم في بحر مليان حيتان واسماك قرش، ممكن في اي لحظه يبلعونا. ما تخافش، باذن الله نقدر نثبت وجودنا جنبه ونخلق لنفسنا مكان وسط الكبار. ونخلق لنفسنا مكان وسط الكبار. اكسلنت. هي دي الروح اللي لازم نواجههم بيها. اتفقنا يا ساميه؟ اتفقنا مستر ادريان. اتفضلي. ايه دول؟ ده اجر 3 شهور مقدم بعد الزياده اللي اتفقنا عليها. ده طبعا غير بند المكافآت عن كل خبر متميز هتبعتيه لنا. بس ده كتير قوي. مفيش حاجه تكتر عليكي، بس بعد اذنك في الظرف وصل، يعني اتمنى انك تمضي لي عليه. طب ساميه ام سوري، انت عارفه روتين الشركات والحسابات. لا عادي عادي. ثانك يو. اتفضل. ايه دول؟ ده المبلغ اللي انت دفعته لي في الاوتيل زائد الفلوس اللي انا استلفتها منك. طب مستعجله ليه؟ خليهم معاكي دلوقتي. معلش انا ما بحبش افضل مديونه لحد. ثم ان في مثل عندكم في انجلترا بيقول الحسابات الجيده تخلق اصدقاء جيدين، واعتقد ان احنا خلاص بقينا اصدقاء ولا ايه؟ اكيد. مش عارف اقول لك ايه، بس انا فعلا انسان محظوظ اني اتعرفت عليكي واننا هنتعاون مع بعض. انت راجعه مصر امتى؟ بعد بكره ان شاء الله. لا كده احنا لازم نتقابل بسرعه عشان نحدد تفاصيل كل حاجه. بكره كويس؟ اوكي. الحقيقه انا مش عارف جدولي بكره عامل ازاي، بس انا هتصل بالاوتيل عشان احدد مكان وميعاد لقاء. اوكي؟ اوكي. استاذن انا بقى عشان نبيل مستنيني بره. اه طبعا. ها عملتي ايه؟ كل خير. بص، واو ايه ده كله؟ ده مرتب اول 3 شهور، ده غير المكافآت اللي هو وعدني بيها. وانا اللي كنت خايف عليكي طلعتي استاذه. تلميذتك النجيبه يا استاذ. تصور مزودني 25% من غير ما اقول له. الراجل ده ذوق جدا. فعلا؟ يبقى احنا النهارده لازم نحتفل بالمنصب الجديد، منصب مندوبه وكاله الاي ان بي في مصر والشرق الاوسط، صح كده؟ تعالي. وفعلا اتفسحنا طول النهار، وبالليل خرجنا اتعشينا في نفس المطعم اللي اتعشينا فيه قبل كده، وهناك نبيل فاجئني. ايه دول؟ الدبل، الخاتم ده هديتك. احنا لما اتجوزنا ما كانش معايا اجيب لك حتى دبل نحس، انما دلوقتي الوضع اختلف. وبعدين انا لو اقدر اجيب الدنيا كلها واحطها تحت رجليكي مش هتاخر. بس دول مش هعرف البسهم في مصر. مش مهم، المهم يفضلوا معاكي دايما، انت دايما هتكوني معايا. بحبك، بحبك يا نبيل. انا بحبك. ايه الاخبار عندك يا ديفيد؟ كله تمام شلومو. هايل. قدرت تقنعها بسهولة؟ ما كانش فيه اي مجهود، بس عايز اقول لك حاجه مهمه. البنت دي واعيه قوي، شخصيتها غير شخصيه نبيل خالص. عارف، شخصية قوية وكاريزما عالية. وذكيه ومثقفه. البنت دي لو قدرنا اننا نجندها هنكسب كتير قوي. دي ممكن تجيب لنا معلومات وبيانات مفيش اي حد يقدر يجيبها لنا. من زمان وانا بحلم بالبنت دي، وعارف انها صعبة قوي. بس تستاهل المجهود اللي اتبذل فيها. واللي لسه هيتبذل يا ديفيد. العقد ومضيت لك عليه،
والوصل برضه مضيت لك عليه. البيانات والمعلومات اللي انت طلبتها بقت عندك. ناقصك ايه؟ ناقصني انها تشتغل معانا يا ديفيد. انت هتقابلها امتى؟ المفروض بكره. انا هحاسب لها رساله في الاوتيل الصبح بمكان وميعاد المقابله. حاول ان المقابله دي تكون بعد الظهر. امسك. دي رؤوس موضوعات عايزين عنها اخبار مستعجله. اديها لها اول ما تشوفها. حاول انك ما تديهاش اي فرصه انها تناقشك في اي موضوع من المواضيع اللي في الورقه دي. ويستحسن انها ما تقراش الورقه دي خالص غير بعد ما انت تمشي. اوكي يا ديفيد؟ اوكي شكرا. تاني يوم ادريان ساب لي خبر ان احنا نتقابل قدام مبنى الكابيتول، وفعلا رحت في الميعاد مظبوط، بس ما لقيتوش. هو اتاخر حوالي 10 دقايق، وبعدين جه متوتر جدا ومستعجل. ساميه، سوري اني اتاخرت عليكي. لا يا فندم، مفيش تاخير ولا حاجه. هو حضرتك بتنهك كده ليه؟ ابدا، حصلت تطورات مفاجاه ولازم ارجع لندن فورا. خير، تطورات ايه؟ لا دي حاجات خاصه بشغل الوكاله هناك. ايه، قررتوا تستغنوا عن خدماتي؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ احنا لو استغنينا عن خدمات الكل ما نقدرش نستغنى عن خدماتك انت بالذات. ده يا ستي شويه مشاكل خاصه بالتمويل هناك. سامية، انا طيارتي هتقوم كمان ساعه ونص. ارجوكي ركزي في كل كلمه هقولها. تحت امرك مستر ادريان. دي ورقه فيها رؤوس الموضوعات اللي احنا فعلا محتاجين لاخبار حواليها. مواضيع ايه؟ مواضيع عامه، احداث الجبهه، ردود فعل الشارع المصري، وخصوصا بعد زياده غارات العمق الاسرائيليه. وكان المفروض تبعتي له الاخبار دي ازاي؟ ما انا لما سالته قال لي. عارفه يا سامية، التفكير في الموضوع ده شغلني امبارح طول الليل. ليه يا فندم؟ ممكن نتكلم بوضوح من غير اي حساسيات؟ يا ريت. لو انت بعت لنا الجوابات باسمي وعلى عنوان المقر بتاعنا في لندن، مش تفتكري ان ده ممكن يلفت انظار الرقابه على البريد عندكم في مصر؟ ممكن جدا. وده اللي شغلني امبارح طول الليل وخلاني متردد. طب وهتكون وسيله الاتصال بيننا ازاي؟ انت مش بتراسلي نبيل بصفه مستمره؟ ايوه. خلاص، خلي نبيل هو وسيله الاتصال اللي بيننا. نبيل؟ طب والسريه اللي حضرتك طلبتها مني؟ سامية، واتس رونج؟ انا قلت لك هتبعتي الجوابات باسم نبيل، لكن ما قلتلكيش انك هتبعتيه على عنوان نبيل في نابولي. يعني حضرتك تقصد ان انا ابعتها باسم نبيل على اي عنوان تاني؟ بالظبط. معاكي ورقه وقلم؟ ايوه. اكتبي عندك العنوان ده. اداني عنوان في روما واتكلمنا في تفاصيل الشغل مع بعض. تفاصيل ايه بقى؟ طلب مني اني ابعت له جواب بعد ما ارجع مصر باسبوعين اطمنه ان كل حاجه تمام. كل حاجه تمام يعني ايه؟ يعني اني رجعت مصر بالسلامه، وان كل الامور مستقره في حياتي وفي شغلي. هو قال لك ايه تمام؟ قال لي ان ابتدي في جمع المعلومات اللي هو طلبها مني، وبعد ما اجمع مجموعه كبيره من الاخبار ابعت له رساله اقول له فيها اني جاهز لشراء العربيه. شراء العربيه؟ شفره يعني؟ لا عادل بيه، شفره ايه؟ دي رساله عاديه جدا عشان الرقابه هنا في مصر. هو اللي قال لك كده؟ ايوه. وقال لك تبعتي الجواب باسم نبيل مش اسمه؟ ايوه على العنوان اللي هو اداهولك؟ بالظبط كده. والحبر؟ مش فاهمه. حبر عادي ولا سري؟ عادل بيه، حبر سري دي كمان؟ المفروض الجواب بعد ما تبعتيه له هيحصل ايه؟ يا اما هتلاقيني عندك في القاهره او هبعت لك حد ياخد منك الاخبار دي. سامية، انا معتمد عليكي، ارجوكي ما تخذلينيش. انا لازم الحق ميعاد الطياره دلوقتي. اوكي، سي يو سون. حسيت فجاه ان جسمي تقل، كانه اتملى رمل، واني مشلوله. اتمنيت اموت. الاحساس ده يعني جالك ازاي؟ مش عارفه، عندي احساس ان في حاجه غلط، مع ان ادريان هو بيتكلم معايا انا كنت مقتنعه بكل كلمه بيقولها. ورغم كده اتمنيتي الموت؟ كان عندي احساس غريب قوي، مش عارفه ايه سبب.